السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. لو أول مرة تشوفني، معاك مطبخ مكة للأكلات المصرية، وهقول لكم حبايب قلبي كل حاجة بكل حب ومصداقية. يلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. النهارده بقى حبايب قلبي كان معايا 4 كيلو طماطم، وجبنا 5 كيلو لفت بقى، وقلت اوريهم لحبايب قلبي. واللفت اللي ام مكة مشهورة بيه، والصلصة العسل اللي تقعد سنة ان شاء الله، زي ما هي محتفظة بجمالها ولونها. وان شاء الله هوريكم سر اللفت اللي لونه احمر قوي ده، اللي هو بيبقى تحفة في المحلات، وطعمته وبيفضل محتفظ بالقطمه بتاعته، بالعضه بتاعته كده. وان شاء الله هنقول كل حاجه بالتفصيل. دول حبايب قلبي كان 5 كيلو لفت، يعني عقبال ما تصفيناهم مثلا، قولوا من العروش اللي فوق والقشر، قولوا حوالي 4 كيلو، 4 كيلو وربع. اول حاجه حبايب قلبي كان معايا برطمان، البرطمان ده كان حوالي بياخد 3 كيلو او 3 كيلو ونص. كنت مسخنه كاتل ميه عشان هنحتاجه، واقول لكم ليه. كنت اول حاجه بعقم البرطمان بتاعي، وان شاء الله برجه كده، وبعد كده بنفضي الميه وبنسيبه بقى بالبخار على جنب كده، بعد ما غسلته كويس جدا جدا في الاول. ونسيبه ان شاء الله البخار ده يعقم لنا البرطمان كده، علشان لازم اي برطمان حبايب قلبي للترش بالذات يكون متعقم. هنا بقى هنضرب الطماطم وسيبنا بقى البرطمان وبعد شويه حبايبي هقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى الطماطم كنا لازم حبايب قلبي نشيل الحته اللي فوق دي، اللي هي بتبقى في اول الطماطم من فوق، عشان دي غير صالحه للاكل، بيبقى حاطين فيها بتبقى البذره كده، وحاطين فيها السماد بتاع الطماطم، فما بتبقاش لطيفه، فلازم نشيلها. وقطعناها 4 ارباع، وجبت الحله الالمونيا دي اللي بنعصق فيها، عشان دي كبيره عندي، او اي حله بس تكون كبيره طبعا معاك عشان لسه هتفور. وهنخلص كل الكميه ونصفيها حبايب قلبي، وان شاء الله في مصفى كده. وبصوا هنا اهو كنت بوريكم، بعد كده هضربها كلها ان شاء الله لغايه ما الكميه تخلص. هنا بصوا ضربتها كلها اهي. اسهل بقى في الاول كده، هيبقى تعب شويه، بس بعد كده هتبقى صافيه ومصفيه وجميله، احسن من الطريقه اللي كله بقى عمال يعملها لما تجيبي الطماطم حبيبه قلبي وتحطيها كلها على النار وبعد كده تصفى. لا، التعب بقى هيبقى من الاول. حطيناها على النار، وبعد شويه هنقول هنعمل ايه مع بعض، ويلا بينا نحضر احلى لفت في الدنيا من ايد ان شاء الله ام مكه. بصوا بقى انا سبت شويه عروش بسيطه كده علشان بتدي مزازه حلوه، وانا ما عنديش حد بياكلها بصراحه، يعني الا انا وجوزي بس. يعني لو حباها ما فيش اي مشكله، يكون مغسول كويس، وقطعته كده صوابع تخينه شويه عن البطاطس. وحبايب قلبي لو عندك قطاعه ما فيش اي مشكله، التقطيعه اللي انت حباها. وبين كل حبه حبايب قلبي نحط 2 قطعتين فلفل حراق كده، و2 ورق لورا. دي مواد حافظه لاي نوع ان شاء الله ترشي، بيخليه زي الفل. بصوا بين كل حبه كده حطيت 2، كنت مقطعه 3 فلفل حراق، انا مش بحب الحاجه سبايسي قوي. و2 ورق لورا حبايب قلبي، بيخلي اللفت جميل جدا وماده حافظه. واي ماده حراقه بتعمل بتكون ماده حافظه لاي ترش. بص انا هنا مليت البرطمان ده وما لقيتهوش كفه معانا، فرحت برضو غسلت ده وعقمته بنفس الطريقه الاولانيه. وكملت حبايب قلبي 4 كيلو او 4 كيلو ونص في الحدود دي، علشان طبعا العروش بتاعته بتوزن. وجبت 2 برطمان، ده بيشيل كيلو، وسويتهم كده لغايه ما الكميه جت في ال3 برطمانات. وبين كل حبه حبايب قلبي بنحط زي ما بوريكم واحده فلفل حراق، قطعه كده بنقطعها، بنقطعها كده على هيئه حتت صغيرة كده بالتساوي. وبعد كده واحدة ورق لورا حبايب قلبي. بصوا هنا بقى حطيت كل الكمية بالتساوي. وتعالوا بقى نشوف ايه سر بقى اللون الجميل والتحفة بتاع المخلل. اللفت اللي بيبقى شبه كده زي بتاع المحلات بالظبط، مش شبه، بيبقى زيه بالظبط واحلى كمان، ونظافة وطعامه في البيت. بصوا حطيت هنا واحدة فلفل اهي، واخر اللي هي قطعة، يعني دي مش واحدة سليمة، انا بقطعه قطعة كده. وواحدة ورق لورا. احلى ان شاء الله لفت تاكليه، لان دول حبايب قلبي زي ما قلت لكم ماده حافظه. ويلا بينا نشوف الملح المظبوط والطعامه ان شاء الله. بصوا بقى هنا في الطبق الاستانلس ده، بشرط تكوني لابسه حاجه طبعا عشان البنجر بيبهت حبايب قلبي في ايدك. بشرط 2 بنجر، وكان معايا كاتل ميه غلياه يا دوب الدفه، بتبقى ميه دافيه كده، كان لسه بصراحه فيها شويه بخار شويه، فانا حطيته ولحقته على طول. ان شاء الله هنحط لتر تاني ميه من الحنفيه عاديه. يبقى لازم حبيبه قلب البنجر ما ينفعش نحط عليه ميه سخنه،
فعلى طول لأ بتكون دافية علشان اللون بتاعه هيفصل وهيبقى أصفر معاكِ مش هيبقى أحمر. وبعد كده حطيت لتر تاني مَيّة ولو احتاجنا هاقول لِك هنعمل إيه. وبعد كده حبايب قلبي اديته تقليبة كده علشان بقى اللون بُصّوا يتركز بقى، وإن شاء الله هتاكلي بقى أحلى بنجر أحسن ما تقطّعي القطع. تاكلي لفت إن شاء الله بالبنجر تحفة، تحفة، أحلى ما تقطّعيه من بقطع كده. وإن شاء الله حبايب قلبي المبشور ده بينزّل كل العصارة في البنجر وبيخلّيه تحفة. بُصّوا بقى دي 1، 2، وإن شاء الله حبايب قلبي حطيت 3، وإن شاء الله هاقول لِك على الملح المضبوط. هنا بقى الطرش حبايب قلبي أنا بقى لي فترة باتعامل معاه بحاسة التذوق. هنا 4 و5 حوالي ال4 كيلو حبايب قلبي، ال4 كيلو ونُص أو يعني صفّوا على 4 كيلو زي هم تقريبًا 4 ونُص عشان أنا بصراحة ما عنديش ميزان، زي ما قُلت لكم العروش بتطلع، فخدوا حوالي كده حطينا 6 معالق أو 6 معالق ونُص، وحطيت معلقة شطة كبيرة علشان قُلنا طبعًا هتدّي طعم حلو spicy شوية، أي مادة حراقة حبايب قلبي بتبقى مادة حفظ. حطينا بقى 6 معالق حبايب قلبي ملح حوالي 6 معالق ونُص، علشان حبايب قلبي الترش أنا باتعامل معاه بحاسة التذوق. يعني إيه، ناخد معلقة كده وندوق على حرف لساننا نشوف الملح مضبوط، يبقى خلاص كده الترش معاكِ هيطلع زي العسل. لو حسيتِ إن حادق جدًا المَيّة زوّدي حبيبة قلبي حبة مَيّة وهيطلع معاكِ تحفة، تحفة. هنا بقى حطينا معلقتين سكر علشان يدّوا العضة بتاعة اللفت دي، ويفضل معاكِ ناشف وكل واحدة كده بوحديتها وما يطراش معاكِ حبايب قلبي. وبعد كده لمّا قلّبناه وخلطنا السكر والشطة والملح حبايب قلبي، وإن شاء الله بمَيّة البنجر المبشور اللي هتدّيكِ اللون التمام وخديه من أم مكة إن شاء الله وهتعتمديه على طول ومن سنين وأنا باعمله، ملينا كل البرطمانات. طب هنا بقى اللقطة ما جاتش معايا والمَيّة ما قضِّتش، فزوّدت حبة مَيّة، وكل ما تزوّدي مثلًا نُص لتر مَيّة تحطّي حبيبة قلبي نُص معلقة ملح تاني. أهم حاجة تدوقي الملح زي الشوربة كده لمّا بنعملها أو أي نوع أكل بنعمله، لو لقيتِ الملح مضبوط يبقى كده تمام، ولا بقى كيس ولا أي حاجة ولا تتعبي نفسِك إن شاء الله بمقدار الملح. خدي منّي وإن شاء الله هتعمليه ويكون أحسن حاجة. بُصّوا بقى الجمال وبُصّوا اللون. وأنا هنا هاحتاج بس نُص لتر مَيّة فزوّدت وحطيت حبة ملح، وهنا كنت باحط بس رشة في كل برطمان علشان أتأكد إن شاء الله مضبوط. وأنا دُقته ولقيت الملح مضبوط جدًا، جدًا. يعني ال4 كيلو دول أو ال4 كيلو في حدود 4 كيلو وربع خدوا حبايب قلبي منّي حوالي 6 معالق ونُص إن شاء الله ملح، وبرضه تدوقيه زي ما باقول لِك إن شاء الله وتخلّي الملح في المَيّة مضبوط. وأحلى ترشي. واستني بقى تاني أو تالت يوم إن شاء الله وهاورّيكم إن شاء الله اللون بتاعه تحفة، تحفة. يعني حاجة كده إن شاء الله تعتمديه وتعمليه. ده حصر بقى أم مكة بتعمله مبشور كده، الناس كلّها بتقطّعه مكعبات، لأ إن شاء الله خدي منّي الطريقة اللي أنا باعتمدها وهيطلع معاكِ تحفة. هنا بقى الطماطم قعدت عقبال ما خلّصت اللفت حوالي كان ربع ساعة. أول غلوة كده تعالوا نشوف نحط عليها إيه عشان تطلع معاكِ أحلى حبيبة قلبي صلصة في الدنيا، وتتخزّن بقى كده من 6 شهور لغاية سَنة كمان بتفضل نفس الطعم واللون ما بيتغيّرش أبدًا من سنين وسنين. بقى لي 19 سَنة باعتمدها. حطيت 2 معلقة بابريكا و2 دول معلقة سُكّر حبيبة قلبي، ومعلقة صلصة هي كانت عندي، مش عندِك مش اختياري، بس هي البابريكا بس والصلصة عشان تدّي لون مش مشكلة، يعني لا إمّا صلصة لا إمّا بابريكا المتاح عندِك، بس هي كانت معلقة صغيّرة. وإيه اللي هيحفظ بقى الطماطم دي غير السُكّر، هُم معلقتين بقى حبايب قلبي زيت ذرة نضيف، وإن شاء الله نسيبها بقى لمّا تتسبِّك وتتقل، وهتدوقي إن شاء الله أحلى صلصة وأحلى لون هاورّيها لكم إن شاء الله حبايبي. بس أنا عندي شفاط فوق البوتاجاز، فطبعًا مش مبيّن حلاوة ولون الطماطم، مغمّق شوية، بس حطيت لمضة أهو، بس إن شاء الله يبقى في تعديلات الأيام الجاية إن شاء الله. ونسيبها تتقل شوية. بعد شوية بُصّوا حبايب قلبي اتكثّفت. أنا مش بصراحة مش باحبها تقيلة أوي، أوي، لأ أنا باحبها وسط كده عشان لو حطيناها في أي أكلة إن شاء الله لسه هتاخد غلوة كمان. وسِبتها بقى تبرد. سِبتها تبرد قد إيه عشان قبل ما نعبّيها حبايب قلبي ساعة أقل حاجة لغاية ما تبرد تمامًا، لا إمّا نحطها إن شاء الله هنشوف دلوقتي هنعبّيها، لا إمّا في أكياس بلاستيك، لا إمّا في علب، إيه المتاح عندِك، عندِك الخير كلّه، بس أهم حاجة تبرد. وبُصّوا سمكها بقى وبُصّوا الطعامة إن شاء الله تعمليها وتعتمديها وهتطلع من إيدِك تحفة. بُصّوا حبايب قلبي السمك ده حلو جدًا، جدًا. أنا مش باتقّلها أكتر من كده علشان زي ما قُلنا لسه لو دخّلناها في أي نوع أكل هتاخد غلوة كمان. هنا بقى حبايبي ما لقيتش أكياس بلاستيك فحطينا في العلب دي، بتكون عندي مثلًا أو عندِك مطرح
بنجيبها بتبقى فيها جبن أو لانشون، بنغسلها بتبقى نضيفة وزي الفل، أو حضرتِك مشترياها ما فيش أي مشكلة، عندِك أكياس حُطّي، فال4 كيلو حوالي لمّا كثّفوا طبعًا عملوا لنا 5 علب محترمين، أحلى صلصة تعتمديها وتقعد عندِك سَنة في الفريزر، ولا ريحتها تغيّر ولا طعمها يتغيّر، وزي ما إن شاء الله تكوني مطلّعاها أول مرّة لمّا إن شاء الله تستعمليها. وأدي لِفْت العسل التحفة اللي إن شاء الله جرّبيه بالبنجر المبشور، وجرّبيه بحاسة التذوق زي ما قُلت لِك، لو الملح مضبوط على طرف لسانِك يبقى كده إن شاء الله هيطلع معاكِ شوية تُرش عسل، أي نوع تُرش اعمليه كده واعتمديه وهيطلع معاكِ تحفة من أم مكة إن شاء الله. بقى لي 19 سَنة باعمله كده وبيطلع أحلى كمان من المحلات وتحفة، تحفة واللون تحفة وما شاء الله عليه بيبقى عسل، عسل. بُصّوا الصلصة بقى وبُصّوا كثافتها وبُصّوا تقلها ولونها يا بنات، الكاميرا كمان ظالماها، فإن شاء الله تعتمديها وتعمليها لو عندِك كمية كبيرة تعمليها ما فيش أي مشكلة لرمضان وضاعفي الكمية. هنا بقى اللفت حبايب قلبي، تاني يوم نبقى نجيب البرطمان كده ونقلبه على وشه كده علشان لو في حتت من فوق ما خدتش لون، اللون كله ينزل والمَيّة بتاع البنجر تنزل وكله إن شاء الله يبقى لون واحد. ده إن شاء الله تعمليها تاني يوم وإن شاء الله يطلع من إيدِك تحفة، وإن شاء الله تعتمديه على طول. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، يالّا اشتركي في القناة واعملي لي لايك، ودعوة حلوة منِّك باستمرارية القناة حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله ورعايته حبايب قلبي.